السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العبقري. احتمال يا صديقي بعد الحلقة دي الفطار يزيد لي 3 أضعاف. مش عارف ليه كل سنة في رمضان بنقول هنخس وبيحصل العكس، بيبقى شكلنا عامل زي القطايف ومش بيكون عامل زي الموز، ونيجي دايما في العيد بيكون وزننا زي بتاع 5 كيلو ونقول هنخس وده فعلا مش بيحصل. فالنهارده هنتكلم عن ليه بنتخن في رمضان، فخلونا نحكي الحكاية ونشوف الموضوع. رمضان هو شهر الصيام بس برضه هو شهر الأكل. العقلية بتاعتك دايما بتقول أنا صايم يعني أنا بحرق، بس الحقيقة جسمك بيكون في وضع الاقتصاد في الطاقة. يعني بدل ما بتحرق السعرات الحرارية جسمك بيقولك لا أنا هحوش، وبدل ما بتخس تلاقي نفسك بتنفخ زي البلالين في حفلة العيد ميلاد. ونفضل نبص للساعة عشان نستنى المغرب، وأول ما المغرب يأذن يتحول لوحوش ساحقة. فتقول لي ازاي؟ هفهمك دلوقتي يا صديقي. يعني اول لقمة بتكون بلح، تمام، يعني اكل صحي واوكي. بعد كده شرب، تمام برضه. بعد كده بقى ايش، رز وكفتة ومحشي ومكرونة بشاميل، ويويلك بقى من المكرونة بشاميل. فانت تسكت على الكلام ده؟ لا، فتقرر بعدها تحلي بطايف وكنافة وكمان تشرب عصير مانجا. الاكل ده كله يكفي دول نامية. واحدة من اخطر الجمل اللي بتودي في داهية جملة أنا صايم اليوم كله يبقى المفروض أعوض. المشكلة بقى في إيه يا صديقي؟ المشكلة إن في التعويض ده بيكون عبارة عن حفلة كربوهيدراتية ضخمة، نغرق بقى في السكر والدهون لدرجة إن جسمنا بيقول يا ابن الحلال هو ده صيام ولا حفل؟ بعد ما عملنا كل الملحمة دي المفروض نحرق، صح؟ لا، احنا بنختار نحرق السعرات الحرارية بإيه بقى؟ بالقعدة قدام التلفزيون. يبقى بقى رامز بعد الفطار، مسلسل بعد التراويح زي فهد البطل، ولازم نتسلى بمسلسل على السحور. فايه بقى السعرات الحراريه تتخزن والجسم يبقى طايح خالص. وكمان لو حد فكر عشان يقوم يتحرك اهو اللي هي الحركه الرياضه، بيبقى غالبا رايح المطبخ يجيب له طبق كنافه وراجع تاني. مش عارف والله، شعب غريب. دلوقتي يا صديقي هتيجي تسالني طيب والحل ايه يا عم العبقري؟ انا كعمك العبقري عندي 3 حلول، ومنها ان احنا ناكل اكل قليل بس احنا عارفين ان ده مش هيحصل، وتاني حاجه ان احنا ناكل اكل خف بس احنا عارفين ان ده برضه مش هيحصل، وتالت حاجة إن إحنا نتمرن بعد الفطار وإحنا عارفين إن ده برضه مش هيحصل. إذا كان إحنا في الأيام العادية مش بنتمرن، تقول لي نتمرن بعد الفطار؟ فالحل الوحيد إنك تستمتع برمضان وتعيشه. هو الواحد بيعيش كام رمضان يعني؟ بس ما تتقلش قوي عشان ما تزعلش في العيد. لا يا صديقي، رمضان مش بس أكل، رمضان روحانيات وفوانيس وحوي يا وحوي وبومب وصواريخ اللي بتقرفنا طول الليل وساعات بعد الفجر. فاستمتع بيه كده يا صديقي وربنا يهديك، وافتكر ان كل حاجه بتبتدي ببلحه اخرتها كرش. بس يا صديقي دي كانت نهايه حلقتنا عن ليه بنتخن في رمضان. فما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتنزل تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت وتستنى ان شاء الله الحلقه الجايه. بس يا صديقي استاذنك بقى اروح اكل طبق كنافه. يلا يا امي فين طبق الكنافه؟ يلا سلام.